مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة المجد نحييكم وهذه نشرة الأخبار. القمع ما زال مستمرا في سوريا رغم قبول النظام السوري بوقف العنف وفقا للخطة العربية، ما يعد صفعة لكل الجهود العربية التي تحاول حلحلة الأزمة في سوريا بالطرق الدبلوماسية. فاصل ومن بعده التفاصيل. ارتفع إلى 20 عدد القتلى المدنيين الذين قضوا في أحياء تل الشور ووادي إيران وبابا عمرو والإنشاءات وباب الدريب والبياضة والخالدية وكرم الزيتون في حمص، التي ما زالت تتعرض لحملة أمنية مكثفة وفقا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتأتي هذه الحصيلة الجديدة غداة موافقة النظام السوري على خطة للجامعة العربية تقضي بوقف العنف والإفراج عن جميع المعتقلين وانسحاب الجيش من المدن. الله أكبر! رسب النظام السوري في أول اختبار عملي لوقف إراقة الدماء، فلم تمر ساعات على موافقة دمشق على خطة الجامعة العربية لحل الأزمة بين النظام والمعارضة، حتى انطلقت أصوات الرصاص مجددا في أنحاء مدينة حمص قلب الانتفاضة السورية. حي بابا عمرو تعرض لاجتياح كامل بالمدرعات والدبابات المزودة بالمدافع الرشاشة التي أطلقت نيرانها على المنازل. وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. لم تتوقف آلة العنف عن حصد أرواح المدنيين في حي الخالدية والإنشاءات، حيث سقط عدد من القتلى والجرحى برصاص قوة الأمن. في أحياء أخرى من المدينة لم تختفي المظاهر العسكرية، فانتشرت الدبابات والآليات العسكرية. وعلى غرار الأيام الماضية قام الجيش بحملات دهم واعتقالات شملت العشرات من المدنيين. الاعتقالات تواصلت أيضا في مناطق أخرى، منها ريف دمشق ودير الزور التي اعتقل منها أكثر من 80 شخصا، فيما استمر الجيش في عملياته العسكرية في كفر نبلة بإدلب. ومع استمرار القمع لم تتوقف التظاهرات المناهضة لنظام الأسد في أنحاء المدن، كما دعت لجان التنسيق المحلية إلى تظاهر السلمي الجمعة، وذلك للتحقق من نوايا النظام في الاستمرار بمواجهة الحراك الثوري السلمي. الوقائع على الأرض إذن تؤكد أن المبادرة العربية التي اعتبرها البعض طوق نجاة لنظام الرئيس بشار الأسد ربما تكون فرص نجاحها ضئيلة للغاية، مع إصرار النظام على انتهاج الحل العسكري بديلا للحوار مع المعارضة. التقى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وفدا من المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض، وأطلع العربي الوفد السوري على تفاصيل المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا، مؤكدا في الوقت نفسه حرص الجامعة العربية على إيجاد حل عربي للأزمة يرتكز على ضرورة وقف إسالة الدماء في سوريا. في المقابل عبر وفد المعارضة للعربي عن تخوفه من عدم مصداقية النظام في تنفيذ وعوده. دعا الاتحاد الأوروبي سوريا إلى تنفيذ الخطة العربية بشكل كامل وسريع لإنهاء حملة القمع التي يشنها النظام السوري ضد المناهضين له منذ أشهر. وقال بيان للاتحاد إن المبادرة لا يمكن أن تنجح إلا إذا وفرت السلطات السورية المساحة والأمن لمجموعات المعارضة للعمل مع جميع فئات الشعب السوري من أجل الانتقال السياسي السلمي.